ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ هوريكم النهاردة انبوكسنج للعجان بتاع اديسون. انا زي ما عودتكم اني بستخدم الجهاز، مش مجرد بس ان انا بعرض لكم فيديو هو ايه شكله، لكن انا بستخدمه فترة كويسة جدا في الاول، وبعد كده بقول لكم الريفيو بتاعه. العجان كده اول ما تفتحوه هتلاقوه متغلف كويس جدا جدا جدا. معاه مفرمة لحمة زي ما انتم شايفين كده، ومعاها كمان كذا وش علشان تطلع اللحمة مفرومة بكذا يعني سمك، ما تبقاش ناعمة او كده. وده الجزء اللي احنا بنزق بيه اللحمة من فوق علشان تدخل جوه العجان. معاها كمان الجزء ده اللي هو بيكون من فوق عشان لو في اي لحمة من قبل ما تدخل العجان يعني، او ما تدخل المفرمة تبقى موجودة فيها. معاه كمان الخلاط ده، وعايزة اقول لكم الخلاط يعني بسم الله تقيل جدا جدا. انا للامانه ما استخدمتوش خالص الخلاط لانه تقيل قوي بالنسبه لي. المفرمه كمان دي معايا بتتركب في نفس مكان الخلاط. بعد كده بنطلع الجهاز نفسه من الكرتونه زي ما انتم شايفين، بنلاقي العجان نفسه برضو متغلف كويس قوي قوي، ومتحافظ عليه بالفل بطريقه محكمه جدا. وكمان جوه اكياس يعني. زي ما انتم شايفين هتفتحوا عادي جدا. الشكل بيكون فيه 3 مخارج لكل حاجه، وكمان في من تحت زي جلد كده بيمسك في الازاز، يعني عشان حتى نلفه كان صعب جدا. ده الجزء بتاع المفرمة والخلاط والمطحنة. وهنا عندنا العجان نفسه. لازم نلف الجزء ده اللي فوق علشان العجان يفتح، ونشيل الغطا زي ما انتم شايفين كده. وجوه العجان هنلاقي كل الادوات بتاعه العجن موجود، اللي بتقلب العجين واللي بتقلب البيض، واللي بتعمل ميكس كده بين حاجات سايله. فزي ما انتم شايفين كل حاجه متغلفه بالبابلز، طبعا كانت كل حاجه متغلفه كويس جدا. والحله بتاعه العجان نفسها لازم بتلفيها لفه كده معينه عشان تتك كده كانها بتفضل ماسكه جوه. برضه انا مكنتش لسه اكتشفت قوي ازاي احطه، او احط المضرب كويس في العصايه اللي من فوق. فهو دي برضو امان ان انت تحط، يعني تدخليها وبعدين تلفيها بالشكل ده علشان تكون مش بتنزل تاني جوه الحله. طبعا عملت انا مشكله كبيره جدا ان انا دخلت العجانه الجزء ده، الحته الحديد دي اللي احنا ركبناها دلوقتي، دخلتها غساله الاطباق، طلعت لي طبعا متفحمه. فما انصحش اي حد يحطها في غساله الاطباق. برضو حاجة تانية عانيت منها مع العجان ده ان سلكه قصير، فاضطريت ان انا اجيب له مشترك مخصوص. ده العيوب اللي انا شفتها فيه، لكن هو كان يعني مميز جدا بالنسبة لي في عجن مثلا من كيلو لاتنين كيلو. ما استخدمتش الخلاط خالص بصراحة معاه زي ما قلت لكم، ولا دي احتجت استخدمها لان انا عندي اوريدي خلاط. فانا بالنسبة لي كنت جايباه عشان العجان. زي ما انتم شايفين هو برضو في امان مهم جدا، ان انتوا تتعاملوا معاه في حتة الامان دي. لما بيكون في اي اخطاء او اي جهاز، جزء من الجهاز اللي فوق مفتوح، بيديكي كلمة ايرور على الشاشة. فبرضو دي حاجة مهمة جدا من ضمن الحاجات اللي فيها الامان بتاعته. ما استخدمتش برضو لحد الان الجزء بتاع اللحمة لان انا بشتريها دايما مفرومة. بس يعني اعتقد لو حد بيحتاج يفرم لحمة في البيت هتبقى بالنسبة له مفيدة جدا. انا كنت جايباه عجان في الاول وفي الاخر، بس كل ده طبعا معاه زي ما انتم شايفين، فبالنسبة لي كانت حاجة كويسة. طبعا الفيديو بمساعدة جوزي ربنا يحميه. لأن الموضوع كان بالنسبة لي كل حاجة جديدة، فكان هو بصراحة اللي بيساعدني في كل التفاصيل. فحبيت أوريكم برضو ازاي بنركب المفرمة، وازاي بنحط الجهاز نفسه جوه العجان. زي ما انتم شايفين اهو، بنحط اللحمة من هنا وندوس عليها وبتنزل لنا اللحمة من تحت بالشكل ده. لازم ضروري جدا، ما ينفعش تشغلوا كل الاجهزه مع بعض، الواحد بس اللي بيشتغل، ما ينفعش التلاتة ابدا يشتغلوا سوا. انا ما جربتش ان انا اشغل التلاتة، لان لما مجرد ما بتحطي حاجه معينه لازم بيطلع لك ايرور، لازم تبقي قافله المكانين اللي التالت هيكون شغال فيهم، المكانين التانيين مقفولين. فده شكله في النهايه. اتمنى يكون الفيديو مفادكم. لو عندكم اي اسئله اكتبوها لي تحت في التعليقات هرد عليكم. يا رب اكون فدتكم. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي.